إيه أكتر حاجة بتخاف منها؟ هل ممكن يكون الزعل المدفون هو الهمس اللي بيدمر حياتنا؟ إحنا كتير بنقول ماشي، خلصت المدة، مفيش حاجة تستحق الزعل، لكن هل ده صحيح؟ لما نكتم الزعل، هل إحنا بنحمي نفسنا ولا بنزرع قنبلة موقوتة جوه أرواحنا؟ في حلقتنا النهاردة هنعرف إزاي لما نكتم مشاعرنا ده ممكن يحولها لطاقة سلبية تدمر حياتنا. هنتعلم عن العلم والدراسات وقصص تاريخية وروايات مأثورة تكشف تأثير الزعل المدفون على صحتنا وأرواحنا. أنا شادية الحسن، وأنتم الآن تستمعون إلى بودكاست جوه المفرمة. ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وأهلا بيك ومرحبتين. في الأول يا سيدي لازم نعرف طبيعة الزعل المدفون، المشاعر المخزنة. طب يعني إيه هو الزعل المدفون؟ هو لما الزعل أو الغضب يتم كتمه وعدم التعبير عنه، بدل ما تعبر تقول مفيش مشكلة أو لا مش هزعل، بتدفن بكده مشاعرك جواك، وكل ما دفنت أكتر كل ما زادت الضغوط أكتر وأكتر. في النهاية المشاعر دي مش هتختفي، هي هتتخزن جواك لحد ما تعجز عن كبحها كمان، مش هتقدر وقتها تنطق بكلمة. إحصائيات علمية بتقول دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة النفسية في أمريكا أظهرت إن 45% من الناس اللي بيكتموا مشاعرهم لفترة طويلة بيتعرضوا لزيادة مستويات القلق والاكتئاب. متخيل؟ كمان أكدت دراسة من جامعة هارفارد إن الزعل المدفون والمشاعر المكبوتة بتساهم في ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. الموضوع خطير فعلا، الكتمان بيخلي الأزمة تكبر أكتر وأكتر. إيه رأيك أحكي لك قصة من العصر العباسي؟ بس في الأول صلي على الحبيب. يحكى أن في العصر العباسي كان في صراعات بين الخليفة الأمين وأخوه المأمون. الأمين كان بيعتقد إن المأمون بيخطط للسيطرة على الخلافة، لكن بدل من مواجهته اختار إنه يكتم غضبه ويظن إنه الأقوى. الصراع استمر لسنوات كتير لحد ما انفجر في النهاية. كانت النتيجة انقسام الدولة العباسية والحروب الداخلية اللي انتهت بتدمير الحياة السياسية والاجتماعية. طب اللي نستفيده من القصة دي؟ أقولك، الكتمان لما يتحول لشيء كبير بيخلي المواقف تتفاقم بدل ما تتحل. ربنا، المواجهة والمصارحة المباشرة بتفتح باب لحل المشكلة بدل ما تعقدها. طيب حد بيسأل دلوقتي ويقول تأثير الزعل المدفون على حياتنا إيه؟ أقولك، أولاً نفسياً، الزعل المكبوت زي القنبلة الموقوتة اللي بيكتم غضبه مش بس بيضعف صحته النفسية، لأ كمان بيأثر على العلاقات أو علاقته الاجتماعية. دراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أظهرت إن الناس اللي مش قادرين يعبروا عن مشاعرهم بيناموا أقل وعندهم معدلات أعلى من القلق والاكتئاب. طب بالنسبة لجسدياً، دراسات طبية بتأكد إن الضغط النفسي الناتج عن الكتمان بيسبب مشاكل صحية خطيرة. ربنا، الدراسة الشهيرة اللي أجراها الباحث الكندي جوردن بيل أثبتت إن الأشخاص اللي بيعانوا من الزعل المدفون معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 23% أكتر من غيرهم. تخيل. أما بالنسبة للعلاقات، فكتمان الزعل في العلاقات العاطفية والاجتماعية بيؤدي للتراكمات والبعد العاطفي. كمان في دراسة بتبين إن الأزواج اللي ما بيتكلموش عن مشاكلهم باستمرار عندهم احتمال أكبر للانفصال بسبب تراكم المشاعر السلبية. سمعاك بتقول إزاي نواجه الزعل المدفون؟ أقولك، أول حاجة اعترف بالمشكلة. أول خطوة يا عزيزي إننا نعترف بإننا زعلانين متضايقين. الاعتراف بالمشاعر هو طريق العلاج. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دي دعوة لعدم ترك الحزن، بس لازم نواجهه وبشجاعة. كمان اتكلم بصدق
مش لازم تقلب الموضوع لخناقة، لكن لازم تعبر عن مشاعرك بصدق. وعلى رأي المقولة اللي بتقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لكن أحياناً السكوت ده بيبقى عبء تقيل. كلمات بسيطة ممكن إنها تمنع تراكم الغضب وتفتح باب لفهم أفضل. كمان سامح، التسامح بيحررك من الضغوط اللي بتأثر على حياتك النفسية والجسدية. اطلب الدعم، لو مش قادر تتحمل وحدك اطلب المساعدة من صديق أو معالج نفسي. وحسب دراسة أكدت إن 60% من الأشخاص اللي بيتلقوا الدعم العاطفي من أصدقائهم وأسرهم بيحسوا بتحسن كبير في حالتهم النفسية. بيقول بشار بن برد في قصيدة ليه: جفا وده فازور أو مل صاحبه، وأزرى به ألا يزال يعاتبه. خليلي لا تستنكرا لوعة الهوى، ولا سلوة المحزون شطت حبائبه. الزعل والمشاعر السلبية بين الأصدقاء والعيلة بتحتاج للتسامح والتفاهم، لأن الكتمان بيؤدي لزيادة الحواجز. أفضل من إننا نكتم الزعل هو إننا نتحرر منه بالحديث الصادق والمسامحة. رسالة ليك، لو أنت اللي بتكتم فكر في المدى البعيد، هل الزعل ده هيفيدك ولا هيسيطر على حياتك؟ عشان تقدر تعيش بسلام داخلي لازم تعبر عن مشاعرك. لو الكتمان هو العادة حاول تكسرها. مواجهة الحقيقة دايما هي البداية الحقيقية للسلام الداخلي. طيب لو حد قريب منك متضايق، لو في حد جواك مش قادر يعبر عن مشاعره، حاول تكون انت الشخص اللي بيسمعه. اسأل، استمع، قدم الدعم. والسؤال لحضراتكم، كم مرة حسيت إنك دفنت الزعل جواك وفجأة انفجر في وقت مش مناسب؟ وهل تعتقد إن لو عبرت في اللحظة دي كان هيتغير شيء؟ فكر كده وجاوب مع نفسك، واتمنى إنك تكتب لنا في التعليقات إجابتك عشان يستفيد كمان غيرك. في النهاية يا عزيزي، الزعل مش عيب، لكن الكتمان هو اللي بيأذيك. المواجهة والتعبير عن مشاعرك مهما كانت صعبة هي الحل. الزعل المدفون مش هيفيدك، لكنه بيحول حياتك لثقل لا يطاق. ودلوقتي لو عجبتك الحلقة شاركها مع حد بتشوفه محتاج يسمع الكلام ده، وافتكر دايما الكلام اللي بتبلعه مش بيختفي، بيعيش جواك يا صديقي. وفي النهاية لكم مني كل التحية والتقدير. كنت معكم أنا شادية الحسن، واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات جوه المفرمة، لما نشوف المفرمة هتطلع لنا ايه.